استغفر الله العظيم يا رب. وانت تاني كل ما اطلع انا الاقيك؟ طب والله العظيم انزل اقول لبابا. خلاص انا اما اجي لك الصبح ان شاء الله هخلص معاك القصه ديت، ما تقلقش يا عم، خليها على الله. بابا يا نور. يبقى انا دلوقتي كل ما اطلع على الشكل في الحمام الاقي جارنا اللي جنبنا اللي اسمه تقريبا محمد ده. ماله؟ ايوه يبقى يفضل الاقيه يفضل يصفر كده، يفضل يبص، يفضل يعمل حاجات غريبه اول ما بطلع. ازاي يا بنت الكلام ده؟ ده الراجل ده محترم يا بنت، انا بقالي 18 سنه هنا ما شفتش منه اي حاجه وحشه. محترم ازاي؟ ده بيفضل يقف على عشه من على الدار، يفضل يصفر، يفضل يبص على البيوت كده كلها، ولو لقى اي حد يفضل ينادي. ازاي الكلام ده يعني؟ ما يحترم حرمه البيوت يعني؟ ما اعرفش يا بابا، روح استفهم منه. هو فوق يعني دلوقتي؟ يا بابا. خلاص خليك هنا وانا رايح. يلا يا بودة، شاور بالعصايه يا بودة، يلا. يا لا يا بودة، في حد بينادي تحت؟ باي استاذ محمد. ايوه مين؟ يا جماعه اللي فوق. ايوه مين؟ ايوه مين ايه؟ ما تيجوا تشوفوا مين انا. انت قاعد فين ولا واقف فين انت؟ تعالى يا عم هاني، اتفضل. تعالى يا حاج، تعالى يا باشا. شاور يا بودة، شاور للحمام. تعالى يا عم هاني، اتفضل. السلام عليكم. استاذ محمد. عم هاني صلي على النبي يا استاذ محمد. انا ساكن جنبك كده بقالي كام سنه، مش بتاع 18 سنه؟ ايوه يا عم هاني، في حاجه ولا ايه؟ حصل عمري بصيت لاهل بيتك؟ ما حصلش. عمر حد اشتكى لك في البيت كله مني قال لك الراجل ده بيبص علينا، ولا اي حد من عياله بيبص علينا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم هاني؟ انا بسالك سؤال، حصل حاجه زي كده؟ طب ليه بقى حضرتك كل ما تشوف بنت من بناتي طالعه على السطح ولا رايحه هنا ولا رايحه هنا تفضل تصفر لها وتفضل تزرغط لها؟ ايه القصص دي يا استاذ محمد؟ انت يعني حتى كبير يعني. انت بتقول لي انا عيب يا عم هاني، انت المفروض تقول لنفسك عيب يا عم هاني. انت مش شايف الحمام اهو قدامك يا عم هاني، انا بطيره ولازم اصفر له، والواد بود ده ابني فوق اهو. ما اعرفش هو يعني انت لازم يعني عشان الحمام ده يطير لازم تصفر له؟ ايوه يا عم هاني، امال انت مفكر ايه يا عم هاني؟ الله يسامحك يا نور، خليتني في وسط هدوم. طب انا مش عارف اقول لك ايه والله يا استاذ محمد، انا محرج منك. ده البت بقى ايه شكلها ساءت الظن وفكرتك ايه بتصفر لها، فحقك عليا انا معلش. ولا حق ولا حاجه يا عم هاني، انت من حقك تغير على اهل بيتك. وبعدين انا قبل ما بطلع العش عندي بكح ولا بعمل اي صوت عشان لو في حد خلع الطرحه في حاجه. ربنا يبارك لك. احنا عندنا ولايه برضه، عمري ما ابص لحد من جيراني يعني، دول كلهم اخواتي. ربنا يبارك فيك. انا قلت برضه والله العظيم يعني عمري يا بنتي ما حاجه تطلع زي كده من استاذ محمد، وعامه حقك عليا تاني. انا ولا يهمك يا عم هاني، لو عايزني احب على دماغك انا مفيش لا ولا اي حاجه يا عم هاني. ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يستر عليك. صفر يا بود، يلا شاور للحمام ده. عملت ايه يا بابا؟ عملت الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك، خليتيني واقف مع الراجل في وسط هدوم مش عارف ولا ارد عليه من فوق ولا اعمل اي حاجه. يعني ايه برضه؟ مش فاهم. الراجل يا بنتي بيصفر، بيقول لك الحمام اللي هو بيطيره ده مش زي الحمام اللي احنا مربينه عندنا. الحمام ده لازم بيقول لك يصفر له عشان يطير ويروح ويجي والكلام ده. انت بقى كل ما واحد يصفر صفرتين تفكري بيصفر لك، ومفيش حد ساكن في الدنيا الا انت. تقصد ايه يعني يا بابا من كلامك ده؟ وانا بكذب عليك؟ يا بنتي لا انت بتكذبي ولا هو بيكذب، بس هو العمليه في سوء تفاهم في النص. بس هو الراجل بيطير حمامه، حمامه ده بيطير لازم يصفر له حبيبتي عشان يطير. فانت خدت ان هو بيصفر لك، انما هو لا بيصفر لك ولا اي حاجه. ده راجل محترم وبيقول لي ده انا حتى قبل ما بطلع على اي سطح بقى بفضل اكح وانا طالع عشان لو حد قلع طرحه ولا حاجه يداري نفسه. فالراجل يشكر، احنا هنعمل له اكتر من كده يا بنتي. هو الراجل محترم، انا عمري ما شفت منه حاجه وحشه. بنتي بعد كده مش اي حاجه تحكمي عليها من الظاهر كده يعني، فهمي الاول وبعد كده بتتكلمي زي ما انت عايزه. حاضر يا بابا.